بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ريت يا جماعة قبل ما أدخل في موضوع الحلقة حضراتكم تدعموني بمشاركة على قناة على اليوتيوب انجكشن العالمي. طبعا النهاردة أكلم حضراتكم على مشكلة بيج بروبلم حصل في مباراة مصر وكرواتيا بارتداء القميص رقم 10 للاعب مصطفى شلبي لاعب نادي الزمالك. فطبعا انا بقول يعني مصطفى الشلبي ده ممكن يلبس 010 012 015، انما يلبس فانيلة الفرعون المصري؟ لا، غلط، غلط واهمال جسيم. طبعا كل الناس اللي بتتكلم قال لك النهارده هيحصل جبل جليدي بين آه، اسطوره مصر محمد صلاح والكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر. طبعا يا جماعه باختصار شديد عشان خاطر المطبلاتيه والهلاسه، وسامحوني بقى باللغه اللي احنا هنتحاور بقى في الفيديو النهارده، لان طبعا انا يعني من ساعه انا ما شفت اللاعب وهو لابس رقم 10 فانا كنت في دنيا غير الدنيا، وانا لحد دلوقتي انا مش مصدق. لان دي طبعا يعني انا مش هعتبرها اهانه او الكلام ده كله. هو الحاجه ديت هي مش فارقه الا كامكانيات، امكانيات لاعب زي محمد صلاح، وان المفروض ان ده كابتن منتخب مصر. فالقيمه بتاعته ان انت التيشيرت بتاعته ما فيش حد يلبسه الا هو، يعني محمد صلاح بيلبس رقم 10 يبقى هو اللي يلبس رقم 10 النهارده في ماتشات وديه او بطوله مثلا معموله وديه. فانت ما تلبسش او ما تديش الرقم لحد عشان ما يكونش فيه حاجه للناس اللي هي حابه الكلام ده. يعني النهارده كم واحد نزل بوست وكم واحد نزل افيه و علشان ان الدنيا تقوم ما تقعدش، وداخلين على ايام سوداء مشكلة يا جماعة. أي واحد مثلا محرر صحفي أو أي واحد بيكتب بوستات أو الكلام ده كله، تيجي تبص تلاقيه النهاردة يعني عايز يزيد في الزيطة، عايز يعمل حوار بدون حوار. يعني أنت النهاردة لو راجل رئيس نادي ولا راجل قاعد بيديك 200 جنيه تنزل له بوست، هتلاقيك بتطبل وهتلاقيك هتتبع أسلوب ما تزوقني يا ماما أو يا ماما ده عريسة ياخدني بالسلامة يا ماما. طبعا ده الحاجة اللي أنت بتعملها كراجل، أنت بتقول ده أكل عيشي، ولا راجل مثلا مركز اعلامي او بتكلم او بقول او الكلام ده كله، زي الحاجات اللي احنا بنشوفها نلاقي ناس كتير منزله بوستات علشان خاطر ان هي بتقبض من الناس دي. فدي مشكله. النهارده انت بتتكلم على يعني اهم لاعب في افريقيا، يعني بتتكلم على لعيب يعني مستواه وامكانياته والحدث اللي هو عايش فيه كراجل مثلا من احسن 5 لعيبه في العالم. فالنهارده الطبيعي ان التيشيرت بتاعته مفيش حد ياخد الرقم بتاعه. انا مش شايف انها مشكله كبيره، ومش شايف برضو انها حاجه بسيطه، بس ان الموضوع كان المفروض ان يبقى فيه معامله احسن من كده. لان طبعا انا بقول مصطفى الشلبي ده لعيب درجه رابعه، واللي هو فيه ده حاله نشوه بس. يعني راجل مثلا ايه، هو يعني استمر شويه فالدنيا مشت معاه، بس انا مش شايف ان مصطفى شلبي ده هو اللي هيعدل الميله في منتخب مصر عشان يلبس رقم 10. يعني انا من وجهه نظري ان مصطفى شلبي ده لو لابس 015 او 011 او 013 او 0106، فطبعا ده هو اللي مش هيعدل الميله في منتخب مصر. منتخب مصر لعب له ناس كتير، وعلى مدار التاريخ هتلاقي اللعيبه اللي هي الاساطير اللي لبست رقم 10. يعني مش اي حد لبس رقم 10 في منتخب مصر. يعني ابو تريكه بجلال قدره ما لبس رقم 10. اللي لبس 10 في منتخب مصر عماد متعب، عبد الستار صبري، مع الاحتفاظ بالالقاب، الكابتن محمود الخطيب. ده الناس اللي لبس رقم 10. انما الموضوع مش سهل كده عشان اي حد يلبس الرقم ده والكلام ده كله. وبعدين معلش مع احترامي للجميع، مصطفى شلبي ده متدرج في الدرجات اللي تحت، مش لاعب منتخب مصر. يعني ما كانش في منتخب الشباب تحت 17 او تحت 19 او 21 او لاعب منتخب اولمبي او لاعب اولمبيات او الكلام ده كله. دي راجل مثلا وليكن مأدي بشكل كويس، فهو اتاخد المنتخب عشان خاطر ان هو ادى كويس مرتين ثلاثه مع الزمالك. انما هو مش لاعب دولي عشان ناخد رقم 10، عشان الكلام يبقى واضح. انت النهارده جيت وبنيت جدار عازل بينك وبين محمد صلاح، مش مع محمد صلاح انما مع يعني رواد السوشيال ميديا والناس اللي هي بتحب تنزل بوستات وتتكلم والكلام ده الى اخره. انا شايف من وجهة نظري ان الموضوع مش سهل ومش صعب، بس الفكرة ان انت لازم تحافظ على محمد صلاح كراجل يعني من احسن اللعيبة اللي في العالم. ده الموضوع يعني سهل وبسيط مش محتاج كلام كتير. بس الفكرة كلها ان النهارده في مطبلاتية وفي زراطة وفي هجاصة، وفي ناس يعني مش عارف انا
القبها بايه او اقول ايه والكلام ده كله. قد الناس ما عايزه تعمل فتنه. رقم 10 ده مش اي حد هيلبسه. مصطفى شلبي ده مش هو اللي هيغير الواقع والحقيقه اللي احنا شايفينها في وسط الاداء العقيم لمنتخب مصر عشان يلبس رقم 10. طبعا الناس اللي موجوده لازم تحافظ على الشكليات دي، لان طبعا الحاجات دي هتفرق، وهتفرق مع اي لاعب خصوصا مثلا زي محمد صلاح او الكلام ده كله. مع ان انا يعني اشك ان هي يعني ان الموضوع يبقى في كلام كتير او لغط من هاكا وذاك. بس الفكره كلها ان لازم نعدي، ومش عايزين نقول داخلين على ايام سوداء ولا داخلين على ايام بيضاء. طبعا انا يعني مش عايز ان الموضوع يطول. انا شايف ان الموضوع حاجه وعدت. نتمنى ان الكابتن حسام يعمل طفره مع منتخب مصر، مباراه وهنقفل صفحاتها ونشوف اللي بعدها ايه، عشان نقدر نشتغل ونقدر نعمل ماتشات كويسه، ونقدر نبني يعني جيل يرجع لمصر الامجاد، ونقدر نحصل بطولات زي الاول، ونفوق بقى من حكايه الدروشه والارقام ومين الكابتن ومش مين الكابتن. لان منتخب مصر اكبر من اي حد، واي لاعب عمره في الملاعب سنه او اتنين او خمسه او سته هيبطل، وهيجي واحد برضه مكانه ونجم مكانه وهيشتغل والقصه الى ما لا نهايه. بس هي الفكره كلها ان النهارده في حاجات لازم نخلي بالنا منها، علشان رواد السوشيال ميديا هتقعد تتكلم وهتقعد تزيط وهتقعد تعمل افيهات. إيه راح فين يا بجعه، راح اتفرج وراجعه. وطبعا الشغل اللي احنا ما بنحبوش دوت، عايزين حاجه تبقى تليق بينا وتليق بطموحاتنا كجمهور ومحبي ومشجعي للكره المصريه. اتمنى ان موضوع الحلقه يكون نال اعجاب حضراتكم، وما تنسوش حضراتكم تنابوني بمشاركه على قناتي على اليوتيوب انجكشن العالمي، وما تنسوش كلمه السر انجكشن مستمر. وتحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.